مش انت قررت تضحي؟ زعلان ليه ان انت اتعملت اضحية؟ زعلان ليه لما الجزار ذبحك؟ انت اللي اخترت ان انت تكون اضحية، ولا انت ما فكرتش في يوم ان كلمة اضحي معناها ان انا اللي اتحولت الاضحية؟ الاضحية اصلا في معناها جت عشان تبطل عادة القربان، تبطل عادة ان انا اقدم نفسي فداء، وكمان عشان تفك التعلق. التضحية مش حاجة كويسة، التضحية مش مثالية، واحنا اصلا مش جايين عشان نعيش مثاليين. يبقى ما تزعلش لما السكاكين تنزل تقطع فيك، لما تضحي بنفسك، لما تقدم نفسك قربان للي حواليك، لما تعيش ان انت الشمعة التي تحترق من اجل الاخرين. انت ما جيتش هنا عشان كده، انت جيت لشخصك عشان تقدرها زي ما ربنا خلقها بحب، تحبها، عشان تأدي أدوارك على قد الأدوار بتاعتك. مش مطلوب منك إنك تكون أضحية، ويا عيني تتألم من نغز السكاكين، ويا عيني تقول ضحوا بيا. فوق لنفسك واعرف نفسك بتودي نفسك فين بإيدك. فوق لنفسك وانتبه، عشان محدش هيلاقي قدامه قربان ومش هيذبحه، محدش هيلاقي قدامه أضحية ومش هيقطع فيها. فوق لنفسك وفوق لنفسك، أدوارك محدودة، وإحنا مراحل في حياة بعض، فترات وبنخلص، وكل دور وليه وقته. مش محتاجة قوي إنك تكون قربان يعني، ولا تكون فداء لشخص ولا العيلة ولا الموقف، وتفضل عمرك كله عمال تنوح وانت اصلا اللي عامل كده في نفسك. فوق قبل ما يتضحى بيك وتتقطع بدل المرة 1000 مرة.